حبايبي الحلوين، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. بصوا بقى، تعالوا نعمل شويه بسكوت كده، ولا تشكيل ولا اي حاجه. هنعملهم سريع 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 كده على بسرعه. شوفوا بقى، انا حطيت هنا 3/4 اهو كوبايه سمنه اهو. ما عندكش حط زيت، متعبش نفسك، اللي موجود حطيه. انا اللي بقولك. شوفوا، اصل ده مج كبير، يعني لو المج العادي بتاعنا هيبقى 3/4 سكر، بس ده عشان مج كبير. نص كوبايه سكر مطحون. مرضتش اطلع لكم بالكبه النار، قلت اغير. هنضرب بقى ده همت كده. انا بسهلها عليكي، بعملها في المطحنه علشان ما تقعدوش بقى تمسكي المضرب وتضربي وكده. ديت بقى عم نعملها كده. عايزه اتكلم في موضوع الحسد. الحسد يا جماعة دلوقتي، يعني انتوا اللي بيحسد حد بتحسده، انت بتحسده من الظاهر بس. الله اعلم هو جواه ايه، الله اعلم بينام طول الليل بيشتكي من ايه، الله اعلم جواته ايه، في بيته إيه ما عندوش ايه. فاحنا بنبص من الظاهر، صح؟ فما نحكمش على الناس من الظاهر، نحكم على الناس يقول مثلا ربنا يا رب يدينا زيه لو انت شايفه حلو. يعني بعد عنك وعن السامعين اجمعين، الناس بتاعت مرض السرطان والاورام والحاجات دي، ربنا يا رب يبعد عننا الشر ده. ربنا يقدر يبعد عننا اللي ما نقدرش عليه. الله اعلم الانسان اللي انت بتحسده ده جواه عارفين زي قصة اصل اللي خطفني انا في الموضوع ان انا عايزة احكي معاكم في قصة عريس الشرقية. مامته بتقول جارتنا جت راحت قالت يا بختكم، ده هو رايح جاي وبيجيب فلوس كتير واحنا قاعدين هنا مش لاقيين. يعني بصي حسد كده. الراجل يعني مكملش فرحه، كان قاعد وجميل ومفيش حاجة. ف يعني نقول ربنا يصلح حاله، ربنا يبارك له، ربنا يديله، والملاكين هيقولوا لنا ولكم بالمثل. انما ما ينفعش ان احنا نحكم على الناس ونقول ده معاه يا بخته واحنا مش لاقيين. طب ليه ما تسيبوا كل واحد في اللي هو فيه؟ محدش عارف جوه البيوت ياما جوه الهدوم دي مدارية حاجات كتير. محدش عارف كل واحد بينام بالليل بيقعد يفكر في وبيعاني من وبيشتكي من ربنا يا رب يبعد عننا اللي ما نقدرش عليه بس. وده دعوات لازم ننتهيها في كل صلاة. يا رب ابعد عننا اللي ما نقدرش عليه، يا رب يبعد عننا المرض ويبعد عننا الشر ويبعد عننا الوحش، يا رب يا رب يا رب. وكل انسان وكل بيت فيه ابتلاء، محدش معصوم من الابتلاء. فربنا يمتعنا يا رب بالخير ويبعد عننا بس اللي منقدرش عليه. شوفوا بقى يا جماعة، انا هنا اهوت عملتها وحطيت عليها بيضة، ماشي، وحبة فانيليا اهو، حبة فانيليا انتوا شايفين معايا صح؟ وحبة بيكنج باودر. انتوا عارفين انا بحب احط البيكنج باودر في الاول اهو كده حبة صغيرة. انا هعملهم كده اهو، وبعدين اقلب الكاميرا وهنعجن بقى نحط الدقيق مع بعض لغاية لما يبقى يعني عجينة طرية مش ناشفة اوي ولا الحاجات دي كلها، ماشي. واطرحه في اي مكان، خليكم معايا يا جماعة. شوفوا ما خدتش وقت، هي كوباية دقيق بالظبط. احنا عايزينها بقى تبقى لينة كده شوفوا لينة ازاي. تعالوا بقى ما اقولكوا هشكلها ازاي. هلمها وخلاص على كده. شفتوا بقى ما خدتش وقت قد ايه؟ ده بسكوت 10 دقايق، يعني في ثواني وانت بتعملي الشاي تكوني عملتيه. يلا شوفوا يا جماعه، هنعملها كوره كده ماشي، وبعدين بسكينه عندك ولا طبعه ولا اي حاجه، تقعدي تعملي لها خطوط كده بس. ثواني كده يا ادم، بص بالمنظر ده، شايف ولا حاسب كده؟ المنظر ده يا جماعه، شوفوا المنظر. طب هدخله بقى الفرن لما يطلع. طبعا الفرن انا مولعاه من قبل حتى ما اشتغل في العجين. لما يطلع بقى اوريهولكم. يا جماعه شوفوا بقى لما طلع، انا
ريحته حلوه قوي وسهل، يعني انت ما عملتيش حاجه، انت عملتي بالسكينه اهو. ناعم ازاي اهو، ناعم تحفه وسريع. 10 دقايق والله، 10 دقايق بالظبط مغاب. هي صينيه بالحبه اللي انا عملتها بالبيض، طلع لي الحبه دول. طبعا العيال اكلت، فطبعا طعمه بجد والله العظيم تحفه تحفه وناعم وجميل. ايه رايك؟ حلوة جدا والله حلو جدا وسريع وما خدش منك وقت، ثواني وتعمل. انا نسيت اقول في اول الفيديو تعملوا لي لايك وتعملوا لي متابعه للصفحه، انا بقول اهو. ممكن بعد اذنكم معلش عشان خاطري، معلش اعملوا لي متابعه للصفحه ولايك، وهنقول بقى ايه، متنسونيش بقى في لايك. مش عارفه اقول، ما تلبخنيش. ما تنسونيش بقى في لايك وكلمه حلوه منكم، واشوفكم على خير. باي باي. ابني بيقلدنا على فكره، هو بيقلدني. يلا باي باي.